إزاي ممكن حبة رمل واحدة تغير العالم. في واحدة من أعظم أعمال ستيفن كينج بتتكلم عن شاب اكتشف بوابة بتقدر تنقله للماضي، وبعد كام محاولة حس إنه يقدر يغير التاريخ، وشاف إنه لو غير حاجة حصلت في الماضي إن التغيير ده هيفيد البشرية، وفعلا قدر يعمل التغيير ده. لكن المفاجأة اللي كانت مستنياه إنه لما رجع للحاضر متوقع إن العالم هيكون أحسن، لقى بيته القديم متدمر وجزء كبير من العالم دمرته الحروب النووية. القصة دي يا صديقي ليها أكتر من فكرة، أهمها التأثير المركب لأي حدث أو تقنية تكنولوجية بتتطور بشكل متسارع في وقت قصير، زي تطور الكمبيوترز من وقت اختراعها بأحجام كبيرة وفضلت تصغر وتصغر لحد ما وصلت لشكلها الحالي. وكل ما بتصغر الأجهزة دي كل ما مكوناتها كمان بتصغر وبتبقى أسرع وأكفأ، بس لسه برضو محتاجين نصغر الأجهزة دي ونرفع كفاءتها أكتر عشان تواكب تطور الذكاء الاصطناعي اللي محتاج لأجهزة سرعتها عالية في نقل ومعالجة البيانات والمعلومات. وهنا الباحثين كشفوا عن الخطوة الجديدة اللي هتغير مجال المعلومات والتكنولوجيا، الكوانتم كمبيوتر. كمبيوتر بيعتمد على خصائص مختلفة تماما عن قواعد الفيزياء بتاعتنا وبينقلنا لمستوى تاني تماما. وإيه أصلا الكوانتم كمبيوتر ده؟ يعني إيه لازمته؟ وهل يعني هيبقى أجمد من كمبيوترات الشركات العملاقة زي ناسا وجوجل؟ حضر كوباية القهوة بتاعتك والورقة والقلم وخلينا نجاوب على الأسئلة دي كلها. وفي آخر الفيديو ده هقول لك اكتشاف يعتبر مفاجأة. بس ما تنساش لو عجبك المحتوى تعمل اشتراك في القناة. أنا أحمد طه وأنت بتسمع الخلاصة. أهلا بك يا صديقي العزيز في حلقة جديدة من الخلاصة. من حوالي 55 سنة كان راجل الأعمال وأحد مؤسسي شركة انتل وهو جوردن مور اتنبأ بالإكسبوننشال جروث في عالم التكنولوجيا، وقال إن قدرة الكمبيوتر الحسابية هتتضاعف كل 18 شهر وحجمها وسعرها هيقل للنص برضه كل 18 شهر. وده اللي حصل فعلا وتخطى كمان توقعات مور. ولو مش متخيل يا صديقي فده معناه إن الكمبيوترات هتبقى أرخص وأصغر وأقوى في أقل من سنتين. ممكن ما تحسش بالتأثير ده في أول سنتين، لكن سنتين ورا سنتين ورا سنتين الفرق ساعتها هيبقى مهول. التنبؤ ده عرف باسم قانون مور سنة 1965. وبما ان قدرة وقوة الأجهزة الحسابية معتمدة على وجود البروسيسور اللي مسؤول عن معالجة المعلومات على شكل تشيبس، وكل تشيب من دول عليها مليارات الترانزستورات، وهي عبارة عن بوابات أو مفاتيح لما بتكون في وضع أون بتعدي الكهرباء ولما بتكون في وضع الأوف ما بتعديهاش. وكنت كلمتك عن الموضوع ده بالتفصيل في حلقة المايكرو تشيب، ممكن ترجع تتفرج عليها تاني لو عايز تعرف تفاصيل أكتر. وده اللي اتعرف في الكمبيوترات العادية بنظام الباينري سيستم أو ما يعرف بنظام الزيرو والوان. وحدة قياسه كانت بالبت. بمرور الوقت قدر المهندسين يصغروا حجم الترانزستورات لدرجة تخطت حدود الفيزياء التقليدية، وفي منها أجزاء بقت بحجم الذرة، بحيث إن الشيب دي هيبقى عليها مليارات الترانزستورات، واللي طبعا هيزود حجم المعلومات اللي ممكن تخزنها عليها وهيزود كمان قوتها الحسابية. وطبقا لقانون مور فضل البروسيسور يصغر والترانزستورز اللي عليها تبقى أصغر وأكتر. لكن ده بقى يخليك تخش عالم جديد تماما، عالم بقوانين مختلفة، عالم الكوانتم ميكانيكس أو الكوانتم فيزيكس. يعني في الفيزياء الكلاسيكية المفتاح أو البوابة دي يا إما بتكون قيمتها بزيرو أو بواحد، يا إما البوابة بتبقى مفتوحة يا مقفولة. إنما الكوانتم فيزيكس مبنية على الاحتمالات، وبالتالي فمش هنعرف نطبقها على الكمبيوتر العادي اللي بنستخدمه. بس هي سرعة البروسيسور اللي عندنا مش كافية، ليه محتاجين نخليها أسرع؟ صحيح استخدام الشخص للكمبيوترات مقتصر على أنشطة مش كبيرة، لكن في مجالات تانية زي اكتشاف الأمراض وتفاعلات الأدوية والتحذير المبكر من الكوارث الطبيعية، أو حتى التنبؤ بالأرصاد الجوية عن طريق عمل محاكاة لكل المتغيرات الجوية. تفتكر لو أنت ما عندكش سرعة المعالج الكافية عشان تطلع النتائج دي، وما عندكش البروسيسورات اللي بالقوة الكافية عشان تعمل الحسابات دي كلها، النتائج اللي أنت محتاجها هتطلع في وقت قد إيه؟ وكده هتحتاج وقت طويل جدا. وده اللي خلى عالم الفيزياء ريتشارد فينمان سنة 1982 يفكر إزاي يعمل العمليات المعقدة دي على جهاز الكمبيوتر. لقى إنه لو محتاج تعمل محاكاة للأجزاء الصغيرة زي الجزيئات والذرات، فأنت محتاج الكمبيوتر بيخضع لنفس القوانين اللي بتحكم العالم ده. بما إن الجزيئات الصغيرة دي بتخضع للكوانت فيزيكس، يبقى احنا محتاجين كوانتم كمبيوتر. بما إن الجهاز العادي بيستخدم البت في عملياته، فاحنا محتاجين وحدة تكون مناسبة للعمليات الفيزيائية دي، واللي اتعرفت باسم الكوانتم بت أو الكيوبت. الفرق بين البت والكيوبت إن الكيوبت ممكن تكون قيمته صفر أو ممكن تكون واحد. بس خلي بالك بقى من النقطة اللي جاية دي، ممكن يبقى صفر وواحد في نفس الوقت لكن باحتمالات مختلفة. لو سمعت عن تجربة قط شرودنجر اللي مثلها العالم شرودنجر وقال فيها إن القط الكمي على حسب تعبيره ممكن يكون حي وميت في نفس الوقت باحتمالات مختلفة، الكيوبت برضو قايم على الاحتمالات، لا هي 1 100% ولا 0 100%، هي مزيج من الاحتمالات بين الاتنين. والحالة دي بيسميها العلماء بالسوبر بوزيشن.
وعشان تتخيل الموضوع احسن، تخيل لو جبنا كوين ورميناه في الهواء. الكوين هيفضل يلف، وهو بيلف مش هيبقى باين لا هو ملك ولا كتابة، بيبقى ميكس بين الاتنين. بس اول ما يقع ويثبت هتشوفها يا اما ملك يا اما كتابة. وبالرغم من ان حالة السوبر بوزيشن بتتضمن احتمالات احنا بنكون محتاجين منها نتيجة واحدة اكيدة، الا ان الحالة دي نظريا بتخلي الكمبيوتر يقوم بعمليات اسرع واقوى بكتير من الكمبيوتر العادي، لدرجة ان 300 كيوبت بس قادرين يعملوا معالجة لعدد اكبر من عدد جسيمات الكون كله. يبقى سر قوة الكوانتم كمبيوتر مش بس في سرعة الاشارات، لكن في طريقة تتابعها. في الوقت اللي الكمبيوتر العادي بيعمل الحسابات واحدة ورا التانية، الكوانتم كمبيوتر بيعملها كلها في نفس الوقت، لان كل كيوبت بيبقى شايل احتمال الواحد والصفر في نفس الوقت. بس احنا اكيد لما بنعمل عملية معينة بنبقى محتاجين اجابة واحدة بس. العلماء قالك بسيطة، الحل في جروفر الجوريثم اللي بتستبعد كل الاحتمالات الغلط وبتسيب بس حل واحد صحيح. ولو عرفنا نطبق الالجوريثم دي، حاجات كتير في حياتنا هتتغير. هتسألني وتقولي ازاي يعني؟ هقولك الكوانتم كمبيوتر هيساعدنا لمحاكاة الظواهر الطبيعية وتوقع حالة الطقس والاضطرابات الجوية وفهم التفاعلات الكيميائية بشكل أحسن، وبالتالي تطوير أدوية جديدة وفعالة وآثارها الجانبية بتكون أقل. وده اللي عملته فعلا كليفلاند كلينيك واي بي ام بعد ما اعلنوا عن استخدام اول كوانتم كمبيوتر في العالم مخصص لابحاث الرعايه الصحيه طبقا للسي ان ان. ممكن كمان يستخدم في تحليل الحمض النووي والكشف المبكر عن السرطان. وممكن كمان يستخدم في تطوير الاسمده اللي بتعتمد عليها النباتات من غير اثارها الضاره على البيئه. طب متخيل استخدامه في التنبؤ بالكوارث او الجرائم، او حتى استخدامه في الذكاء الاصطناعي اللي بيحتاج حاليا قدرات حسابيه جباره؟ وعشان كده الشركات بتتسابق على مين فيهم هيقدر يحقق التفوق الكمي او الكوانتم سوبريمسي، وهو المصطلح اللي استخدمه الفيزيائي الامريكي جون بريسكل لاول مره في 2012. وقال ان الكوانتم سوبريمسي هو النقطه اللي هتقدر فيها الكوانتم كمبيوتر تعمل مهام ما يقدرش السوبر كمبيوتر الحالي انه يعملها. وهو ده اللي حصل فعلا في 2019 لما جوجل اعلنت عن كمبيوتر سايكامور اللي بيتكون من 54 كيوبت وبيقدر خلال 200 ثانيه بس يحل معادله رياضيه اقوى سوبر كمبيوتر معروف هو سامت من اي بي ام هيحتاج 10000 سنه عشان يحلها. تفتكر شركه اي بي ام تسكت؟ لا طبعا. طلعت اي بي ام وشككت في النتائج وقالت ان كمبيوتر سامت هيقدر يطلع النتائج في 2.5 يوم بس، مش 10000 سنه يعني زي ما جوجل قالت. ومش بس كده، اعلنت اي بي ام عن اول كوانتم كمبيوتر تجاري لاستخدام بقوه 20 كيوبت باسم اي بي ام كيو سيستم 1. وبدل بيع الجهاز فالشركه هتربطه بالانترنت عشان تتيح للباحثين والعلماء الاستفاده منه عن بعد. الشركات التانية تسكت؟ ابدا. في 2022 اعلنت ميتا على لسان مؤسسها مارك زوكربيرج عن تطوير كوانتم كمبيوتر بيشتغل بالذكاء الاصطناعي، وقال ان التقنيه الجديده اللي اطلق عليها AI Research Super Cluster واختصارها RSC هتتيح نماذج ذكاء اصطناعي جديده تقدر تتعلم من تريليونات الامثله وتفهم مئات اللغات وتبني انظمه ذكاء اصطناعي جديده. عشان ترجع جوجل وتعلن في 2023 عن احدث اصدار من الكوانتم كمبيوتر خاص بيها سايكامور اللي دلوقتي بيشتغل ب 70 كيوبت. تفتكر بقى الصين هتسيب الشركات تتنافس لوحدها من غير ما تفكر تنافسهم؟ تقوم تعلن في نفس السنه عن تطويرها لكوانتم كمبيوتر جيو تشانج اللي يقدر يعمل اعقد المهام زي العمليات المستخدمه في الذكاء الاصطناعي. لكن اسمع بقى الجمله دي، بسرعه تفوق اقوى كمبيوتر في العالم ب 180 مليون ضعف. ونشر الفريق البحثي التابع لجامعه العلوم والتكنولوجيا في الصين الدراسه في مجله فيزيكال ريفيو ليترز. وكمان اعلن الباحثين ان سرعه الكمبيوتر ده اكبر ب 10 مليار مره من كمبيوتر جوجل سايكامور. وده على فكره مش كلامي، ده طبقا لمجله ساينس الارت. زي ما انت شايف يا صديقي، الموضوع ما بقاش مقتصر على شركات التكنولوجيا الكبيره، حتى الدول زي امريكا والصين بقى بينهم تنافس على الكوانتم سوبريمسي. الموضوع ما بقاش مجرد سباق تكنولوجي، الموضوع بقى امن قومي. فطبقا للاندبندنت البريطانيه، الكوانتم كمبيوتر بيقدر يستخدم الكيوبيت عشان يفك التشفير المستخدم في مجالات كتير زي المعاملات المصرفيه والبيانات الحكوميه وبيانات الرعايه الصحيه اللي بتعتمد على انظمه تشفير RSE في توفير الحمايه للبيانات عشان ما يكتشفهاش الهاكرز ووكالات التجسس. وبالتالي الدوله اللي هتقدر توصل للكوانتم كمبيوتر الاول هتقدر تفك التشفير ده وتوصل لاي داتا هي عاوزاها عن اي حد واي كان هي عاوزاه. وعشان كده امريكا رصدت 1.3 مليار دولار سنويا لمجال ابحاث الكوانتم كومبيوتنج، في الوقت اللي فيه الصين رصدت 15 مليار دولار سنويا في نفس المجال. طبعا انت متخيل بعد الكلام ده ان خلال كام سنه هيبقى عندك كوانتم كمبيوتر، بس الحقيقه يا صديقي ان ده مش هيحصل، مش قبل 30 سنه ويمكن اكتر. وهقول لك ليه.
اولا لان عشان يبقى عندك كوانتم كمبيوتر لازم توفر محيط مستقر وملائم توصل درجة حرارته للصفر المطلق، واللي هو بيساوي سالب 273 تحت الصفر، وهي اقل درجة حرارة موجودة في الوجود، ابرد حتى من الفضاء الخارجي. مش كده وبس، لازم يكون معزول تماما عن اي دوشة او اضطرابات، لان اي اضطراب مهما كان بسيط هيأثر على الجهاز، واللي هيأثر طبعا في النتائج اللي هتطلع لك. بس اقول لك على المفاجأة الاكبر، فريق بحث من جامعة تكساس الباسو الامريكية بقيادة استاذ الفيزياء المصري احمد الجندي لقى الحل عن طريق تطوير مادة كوانتم كومبيوتنج مغناطيسية اكتر 100 مرة من الحديد النقي. وتوصفت المادة في دورية Applied Physics Letters بانها خليط من الامينوفيرسين والجرافين، اللي اثبتت بالتجربه انها مؤهله عشان تكون اساس لصناعه الكوانتم كمبيوتر اللي بيشتغل في درجات الحراره العاديه. غير ان الماده دي هتقلل سعر الكوانتم كمبيوتر بسبب اعتمادها على مواد متوفره في الطبيعه، على عكس الكوانتم كمبيوتر الحالي اللي بيعتمد على مواد ارضيه نادره. مش بس كده، اعلن كمان علماء استراليين عن ابتكار اول كوانتم شيب لكوانتم كمبيوتر في العالم، واتنشر الابتكار في دوريه نيتشر، وده بعد اعلان الفريق عمل اول كوانتم ترانزستور في 2012. وقالت ميشيل سيمونز المتخصصة في الكوانتم فيزيكس ومؤسسة سيليكون كوانتم كومبيوتنج في تصريح لساينس الارت ان انجاز الانتقال من الكوانتم ترانزستور للكوانتم شيب في 9 سنين بس شبه اول خطوات صناعة الكمبيوتر التقليدي. فتم انشاء اول ترانزستور كمبيوتر كلاسيكي سنة 1947، واتعملت اول شيب سنة 1958. تفتكر ممكن الابتكارات الأخيرة دي هتغير مفهومنا الحالي للتكنولوجيا زي ما الترانزستور عمل من 70 سنة؟ كل دي احتمالات، المستقبل بس هو اللي يقدر يجاوبنا عليها. بيقول عالم الفيزياء الأمريكي ميتشيو كاكو أستاذ الفيزياء النظرية بجامعة نيويورك في كتابه التفوق الكمي كيف ستغير ثورة الكوانتم كمبيوتر كل شيء، بيقول إن النجاح المبهر للكمبيوتر العادي وصل لنهايته، مش مرجح إن شرايح السيليكون التقليدية هتثبت فايدتها في حل أعظم التحديات اللي هتواجه البشرية، من تغير المناخ للمجاعات العالمية للأمراض المستعصية، على عكس الكوانتم كمبيوتر اللي هيسخر قوة وتعقيد العالم الذري اللي هيكون ثوري تماما زي الترانزستور والمايكرو تشيب زمان. بس كده يا صديقي، لو عجبك المحتوى اكتب لي بس مهتم في التعليقات، ولو عجبتك الحلقة أو حابب تشوفنا تاني اشترك في القناة واستنانا الحلقة الجاية بإذن الله. أنا أحمد طه، أشوفكم بخير.